السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يوم جديد وروتين جديد وفيديو جديد في الطيور بتاعتنا. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده يا جماعة، انا جايبة ضيوف جديدة. يلا بقى نشوفها مع بعض ونشوف الدنيا ماشية ازاي. باجي الاقي كده ايه الاول بطلع الحمام من الايه الصفيحة دي. باجي الاقي لسه هنا كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اهو اول حاجه بطلعه جيت الجنينه ديت يا جماعه. جبت 5 فرخات بلدي زي ما انتم شايفين هم. بسم الله ما شاء الله عليهم، اللهم صل على النبي. طبعا الفراخ البلدي مش هينفع تاكل من نفس الاكل اللي انا باكل منه ايه بقيه الطيور، فعشان كده عملت لهم خلطه كده. تعالوا نقول لكم بقى الخلطه اللي احنا عملناها لهم ايه. عيش ناعم على علف خشن اللي هو النمل على جبل. هنعمل بقى العلفة المظبوطة دي كل الطيور اللي عندي. هنحط منها الفلان اهو، وهنحط منها الارانب والرومي اهو، وهنحط منها الفراخ اهو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طيب كده وخلاص؟ لا، الرومي بيحب الفتة زي ما انا قايله لكم قبل كده، وبيحب الحاجة اللي هي ايه الفتة، العيش المبلول كده. مليت لهم شوية عيش اهي، المكان نضيف نحط لهم فيه. بصوا الرومي بياكل ازاي في العلف اهو. حطيت له عيش اهو، هيبتدي ينقر فيه. طبعا الفراخ معانا بقى لسه جديدة وخايفة وكده، احنا عايزين بقى ايه نعودوهم على الاكل بتاعنا. يلا يلا روحوا كلوا يلا اهو، متخافوش. هما خايفين طبعا من الرومي، خايفين من الحاجة لسه مش متعودين. خالص كنت سايبه قدامهم غله واكل، عايزه اعرف برضه هما كلوا منها ولا ما كلوش. هيبتدوا هما يسحبوا في الاكل معايا. هنبص بقى على بقيه الزغاليل اللي عندي. طبعا للاسف الشديد ان انا جبت الصبح لقيت زميلة ديت وقعت الكبيره فيهم، يعني دي الصغيره، الكبيره وقعت من الصفيحه، وكانت ممكن تكون كانت بتحاول بقى تطير ولا حاجه، ولا بتحاول تاكل. وقعت ولقيتها ميته، وقعه وميت. الله يسلمها من فيها اي حاجه، بس لما وقعت ماتت. ديت مكنتش شايفاها تحت الحمامه. القشره بتاعتها هي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. ادي واحده اهيت، مش عارفه بقى مطلعه كمان واحده ولا ايه. اللهم صل على النبي. في كمان واحده اهي، صلى على النبي. اهمت يا جماعه اهمت. حاجه هنا بس زياده مطلعها. الصفحه حاجه فاضيه. بصوا في حاجه طاولتين اللي انا اكتشفت ان فيها زغاليل كبيره امبارح اهي. بسم الله ما شاء الله فيها 2. بصوا في حاجه طبعا اول ما تمسحها هيجي لك واكل كده. اللهم صل على النبي. تحته زغاليل يا جماعه، تحته زغاليل. كنت مفكره لسه تحته بيض، بس هو مش بيديني فرصه خالص نتفرج عليه. الفراخ بقى دولت كده يعيشوا حياتهم مع بعض. حطيت لهم اكل بزياده هم عشان ياكلوا، وهنحط الحمام اكل فوق، والعلف هو بقى اللي ايه يظبط معاهم شويه ويرجعهم كده ايه يكبروا بسرعه ويبقوا حلوين كده اهو. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.